اثنين اخوان طلعوا على الدنيا، واحد ما شاء الله وسع الله في رزقه ما شاء الله، وبدأ يطقطق وشغل وما شاء الله لا اله الا الله، حرس ويشتغل منه ومنه وعقار وسيارات وما يخلي شيء ما يشتغل فيه ما شاء الله. المهم لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، باليوم يزيد ما شاء الله. يعني صار عنده ثراء. اخوه يا حل الله على قده مع التاكسي اصفر، تخبرون التكاسي الصفر ذيك الاولات، وما يخلي شارع ولا سكه في الرياض ضعيف. هم ماش قال لا ما يكفي التاكسي. الناس توظفت، انا بدور لي وظيفه، واروح ادور له وظيفتين على قده. صار يداوم الى الظهر ويطلع يتغدى ثم يركب هالتاكسي وعلى درك سؤله يلوب هالرياض لوب. نعم. يوم ولكن ما جاء منه راح منه، كفرات زيت عكاس بنزين ماش، هالموتر ما جاب. اخوه ترى فاطن له ولا هو بيقصر، ما هو بشيء، كل ما خذ شهرين ثلاثة مر اخوه قال اخوي قاسم بقلب حط هذه في مخباتك ما شاء الله، توسع بها وانا اخوك توسع يا اخوي، يستحي يا اخوي لا تكفى يا اخوي لا قال انا وياك واحد دافع عليه. نعم اخوي مو كثير. اي يا اخوي تكفى، كودك تدور لك شيء غير هالتاكسي. نعم. كودك تدور لك شيء غيرها، هالوظيفه يا اخوي تعطلك الصبح وبس، انت راتب كله ما تسوى الوظيفه على راتب كذا. نعم. قال عاد وش اسوي، هذه شهادتي. ايه الرجال ذاك ابحر راح ما شاء الله، راح ما شاء الله لا اله الا الله. ايه انقطع في بحر من الملايين ما شاء الله ذاك الزمان، وعنده قرابه 100 مليون ما شاء الله. اي والله غناه الله يوم خلاص الحين هو بققت. اي بالنسبه له اموره طيب، بس يفكر ايش؟ قاموا عاد جماعته وكثر الحتي وكثر الناس بعيد، هذا غني واخوه ضعيف مسكين ولا ما فزع لاخوه، ما يدرون عاد شو الخافي. في نفس الوقت هذا اللي ظاهر والله، قالهم صادقين. وهو يروح يسير على اخوه، قال يا اخوي، قال سم، قال يا اخوي انا ما جاز لي شغلك هذا كله. ايوه. وابيك يا اخوي ابرفدك رفده طيبه، ما نبعت نعطيك طفاس، ابيك تظهر وجهك مع الرجاجيل وتشتغل. قال وين هم؟ انا ودي بعد بس ما احنا دراهم. قال ما انا دراهم، قال هات رقم حسابك وباكر طال عمك وبحسابه مليونين. زين. يوم المليونين تفعل، يوم ما بسواليف بيض له وجهه. ايه العقار ذيك الايام رخيص لهم كل شيء امور زينه. والله يعني اللي بيتصرف مليونين ذاك الوقت تصرف حكيم يبي ينجح، وبتوفيق الله سبحانه. من يدله بس الدروب. وجهه ذيبان اخوه، وجهه قال وش اشتغل فيه يا اخوي؟ عطيتني شر علي. قال والله شوري عليك، عندك العقار اشتري ولا تطمع، بع الى كسب بع. قال توكلت على الله. يا سلام. اشتغل الرجال مده، صاروا من كثر اشغالهم الاثنين ما عاد يشوف بعضهم بعض الا كل شهر كل شهرين، وهم في الرياض كلهم كل لها. هي كلها وفي دنياهم. الكبير راحت ملايينه فوق ودراهمه فوق، يوم جاب الله هكا زي ما تقول مساهمه او شيء كبير ما شاء الله، وحط ما وراه دونه فيها على اساس اني خلاص هذه ضربة العمر الكبير، الى درجة انه رهن بيته واخذ تسهيلات وقروض جمع اللي وراه واللي دونه حطها في هالمشروع. لكن قدر الله سبحانه وبحمده ان المشروع هذا يفشل تماما، لا حول ولا قوة، وينكسر عن بكرة ابيه هو واللي ساهموا كلهم. المشكلة البيت مرهون، بيته على مستوى ومعيشته على مستوى. المهم دارت الاخبار بين اهل السوق والتجار ووصلت اخوه ابو مليونين، ما عندهم مليونين، راح ما شاء الله اغتنى مهم ما وصل مواصل اخوه لكنه بخير هالحين. حسنت اموره. يوم جاه العلم قالوا ترى اخوك مديون، وترى اخوك مرهون من بيته، وتراه تعبان حتى ما عاد يطلع من البيت. قال انا فلان سميت باسمه الله، ما هي بسده. من اللي راهن من بيت اخوي؟ قالوا فلان في السوق. قال انا عليه، وهو يروح له قال يا فلان، قال سم، قال بيت اخوي ما يرهن. يا سلام. كم تطلبه؟ قال سددت جزاك الله خير. قال كم حقك؟ قال هالقد وشان. قال خذ هات اوراق اخوي واكتب لي مخالصه الحين انك ما تطلب اخوي ريال. يا سلام. وهو يصفط الصك ويحررها من الرهن ويروح لاخوه، سنه ما درى عن شيء. مسيك بالخير يا اخوي. قال يا هلا يا مرحبا، قلط معه. قال وش علومك وش اخبارك عسى امورك زينه؟ قال لا والله يا اخوي ما هي بزين، لا والله ما خلها على الله. ها العلم؟ قال جت جميع طحت ما سمي علي. لا حول. وشلون؟ قال والله البيت مرهون
والديون واجد والديانة يطقون الباب وملايينك ودرهم، قال كلها راحت. أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابشر بالسعد انالك والشر ما ينالك. كفو. وجعلك تبقى لي ذخر، والله يبطي بك حي، وكل خير لنا فيه من الله سبحانه وتعالى ثم منك. نعم. بدايتها مليونين. انا حاتيك الحين اول فاتح رازق ويمعط الصك وينطرح عليه، قال هذا بيتك حر، ما عاد يطلبك ولد الناس شيء. يا سلام. جعلك تفرح بالجنه وولدك، الله يفرج لك ويبيض وجهك، يدعي للكبير يدعي للصغير الحين. قال الثاني ما بعد خلصنا يا اخوي، قال سم، قال في حسابي 70 مليون والله ما اخذ منها الا النص وانت النص. 35. ما شاء الله. هذا الوفاء. غير هالكلام لا تجيني فيه. نعم. قال بيض الله وجهك، اشهد بالله انك عضيد. وعود على حاله. وعود ما شاء الله، اعتزوا كلهم وعزهم ربي. فالقصد انه الاخو المفروض انه يتفقد حتى شوف هذا عطاه لوجه الله، تلمس وسبحانه وتلمس خيه وشاف حاجته زادت اموره وزانت اموره سبحان الله، ورجع ما انقذها الا الله سبحانه وتعالى ثم اخوه. نعم. ما يفزع لك ولد الناس مثل اخوك ابد. انا اشهد. وسلامتكم.